واش فعلا الانتخابات في المغرب كتبدل الواقع ولا غير نفس الوجوه كيتعاودوا كل مره؟ هذا السؤال كيطرح بزاف على المغاربه خصوصا مع قرب انتخابات 2026 اللي بدات الاحزاب كتحضر ليها من دابا، وكل حزب كيحاول يقنع الناس بانه هو الحل. في هذا الفيديو غنهضروا بصراحه على شنو واقع في الساحه السياسيه المغربيه، شكون الاحزاب اللي داخله بقوه، علاش بزاف ديال الشباب فقدوا الثقه في السياسه، وشنو ممكن يتبدل في هذه الانتخابات الجايه. من بعد انتخابات 2021 بزاف ديال المغاربه كان عندهم امل كبير. الحكومه الحاليه جات بوعود قويه، فرص الشغل، تحسين التعليم، الصحه ودعم القدره الشرائيه، ولكن مع مرور الوقت بزاف ديال الناس بداو كيشوفوا بان الواقع مختلف شويه. الاسعار طلعت، المعيشه ولات صعيبه، والناس بدات كتسول واش فعلا كاين شي تغيير. ودابا مع اقتراب الانتخابات 2026 الاحزاب السياسيه دخلت في سباق جديد، كل حزب كيحاول يرجع الصوره ديالو قويه قدام الشعب. كاين اللي بدا يدير لقاءات، وكاين اللي بدا يقلب على وجوه جديده، وحتى بعض الفنانين والمشاهير دخلوا على الخط باش يجلبوا الانتباه ويأثروا على الناس. ولكن السؤال الحقيقي هو واش المواطن المغربي باقي عنده الثقه يصوت؟ حيت في كل الانتخابات كنسمعوا نفس الشعارات: غادي نحاربوا البطاله، غادي نحسنوا التعليم، غادي نوفروا فرص الشغل للشباب. ولكن ملي كيدوز الوقت المواطن كيبقى غير كيتسنى. بزاف ديال الشباب اليوم ولاو كيحسوا بان السياسه بعيده عليهم، كيشوفوا بان الاصوات ديالهم ما كتبدل والو، وهذا الشيء خلى نسبه كبيره منهم ما كتمشيش تصوت اصلا. وهذه النقطه بالضبط اللي خلات الاحزاب دابا تركز بزاف على الشباب وتحاول ترجعهم للمشاركه السياسيه. كاين حتى موضوع اخر كيتناقش بزاف وهو المال في الانتخابات. بعض الناس كيقولوا بان بعض الحملات الانتخابيه كتعتمد اكثر على الفلوس والنفوذ بدل البرامج الحقيقيه، وهذا الشيء كيخلي المنافسه ماشي متكافئه ديما. ومن جهه اخرى كاينين الناس كيقولوا بان المغرب تبدل بزاف مقارنه مع السنوات اللي قبل، وان المشاركه في الانتخابات مهمه باش يكون التغيير تدريجي وماشي بالمقاطعه فقط. دابا خلينا نهضروا شويه على ابرز الاحزاب اللي متوقع يكون عندها حضور قوي في انتخابات 2026. كاين حزب التجمع الوطني للاحرار اللي كيقود الحكومه الحاليه واللي غادي يدخل الانتخابات وهو كيدافع على الحصيله ديالو خصوصا في المشاريع الاقتصاديه والاستثمار. وكاين حزب الاصاله والمعاصره اللي بالدور ديالو بدا التحضير مبكرا بالانتخابات وبرنامج جديد. وكاين كذلك حزب الاستقلال اللي عنده حضور قوي في تاريخ السياسه المغربيه وغادي يحاول يحافظ على المكانه ديالو. وما نساوش حزب العداله والتنميه اللي بعد ما كان كيقود الحكومه لسنوات قبل عرف تراجع كبير، ولكن باقي عنده اصرار ومتعاطفين كيتسناو يرجع بقوه. المشهد السياسي المغربي دابا باين فيه تنافس كبير، وكل حزب كيحاول يكسب ثقه الناس بالطريقه ديالو. ولكن التحدي الحقيقي ماشي غير في الفوز بالانتخابات، التحدي الحقيقي هو كيفاش غادي تقنع المواطن البسيط اللي فقد هاد الثقه. حيت المواطن اليوم ما بقاش كيهتم غير بالشعارات، الناس باغيه تشوف واحد النتائج اللي حقيقيه، باغيين خدمه، باغيين تعليم مزيان، باغيين صحه محترمه، باغيين يعيشوا بكرامه. وحتى مواقع التواصل الاجتماعي ولات عندها واحد التاثير اللي كبير في هذه الانتخابات. اليوم اي تصريح، اي خطا، اي فيديو يقدر يقلب الراي العام كامل في دقائق. والاحزاب ولات عارفه بان المعركه ما بقاتش غير في المتجمعات والخطب، بل حتى في التيك توك، الفيسبوك وانستغرام ويوتيوب. وكاين نقطه مهمه بزاف: الى الشباب المغربي قرر يشارك بقوه يقدر يبدل بزاف ديال الامور. اما الى بقى العزوف غادي يبقى نفس النقاش كيتعاود كل مره. الانتخابات ماشي مجرد ورقه كديرها في الصندوق وتمشي، الانتخابات هي رساله، اما كتقول انا باغي نشارك ونحاول نبدل، او كتقول ما بقاتش عندي الثقه. وفي النهايه سواء كنتي مع هذا الحزب او ضده، المهم هو انك تكون واعي تعرف شكون غادي تصوت عليه وعلاش.